كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم مبسوطين ومتهنيين وفرحانين، ودايما يا رب الأحلامكم كلها محققين وأفضل بإذن الله. كل سنة وانتم في أتم صحة وأفضل حال، اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يصلح حالكم وأحوالكم ويتقبل مننا يا رب صيام شهر رمضان ويجعله في ميزان حسناتنا. الروتين بتاعنا كده بقى روتين الفرش النهائي كده لفرش العيد معانا. طبعا الروتين ده انا عملته يوم الوقفة يوم الخميس، تكملة للفيديو اللي نزل معاكم في اللي فات. انا بصراحة كان المفروض انزله معاكم امبارح اللي هو اول يوم العيد، بس معرفتش بصراحة عشان خرجت رحت عند حماتي. يعني قعدنا عندها ساعتين وخرجنا كده اتمشينا بالليل وجبنا شوية طلبات، فما عرفتش كده ان انا يعني اسجل معاكم الفيديو وانزله، فهنزله معاكم النهارده اللي هو تاني يوم العيد. عايزك يا قمرية كده نبتدي الروتين معانا بالصلاة على حبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يوم جديد وروتين جديد، اوعي بقى تنسيني باللايك القمر بتاعك، وطبعا لازم تكتبي لي رأيك كده في الكومنتات وتقولي لي ايه رأيك في الجمال والحلاوة دي. بصراحة أنا مبسوطة جدا من الدفايات الجديدة اللي أنا جايباها، اللهم بارك، حلوة قوي قوي. لو وقعت قدامي تاني إن شاء الله أكررها، برغم إن اللي أنا خدت منه الدفايات دي يعني ايه يعني عامله معاه حوار، ف يعني انا زعلانه منه، فممكن نشوف كده لو وقعت قدامي مع حد تاني ان شاء الله اكررها كده، لان بجد بجد نوعها حلو قوي وخامتها حلوه قوي وملمسها جميل جدا، وان شاء الله بعد الغسيل تبقى زي الفل. انا هنا كنت خلصت اوضه الولاد كده على طول وفرشتها كده معاكم عشان خاطر بصراحه انجز يومي، لان كنت متاخره جدا فكنت عايزه الحق افرش قبل ما يعني ايه الدنيا تخلص معايا واليوم يخلص معايا. انا خلصت الروتين ده الساعة 1 بالليل، 1 بالليل كنت مخلصة فرش الشقة كله كده وقاعدة، والحمد لله ربنا عدها على خير. ربنا يملى بيوتنا كلها فرح يا رب وسعد وهنا ويصلح حالنا اللهم امين. دي طبعا الكوشنات الجديدة برضو القمر بتاعتنا. الحاجات دي يا بنات انا ما جبتهاش على مرة واحدة، الحاجات دي انا بقالي تقريبا 3 أو 4 شهور بجيب فيها. كل فترة بجيب حاجة معينة وبجمعها كده وبعملها معاكم فيديو مشتريات. انا منزلتش جبتها في شهر واحد لان طبعا هتبقى كتير عليا وضغط عليا ان انا اجيبها في شهر واحد. جبت ال3 اطقم الكوشنات دوت اللي هو الطقم المربع الاولاني، وجبت بعديها الطقم الابيض المضلع والطقم الكشميري الاخير ده. بصراحة ال3 احلى من بعض وال3 الوانهم حلوة، وعايزه اقول لكم مغيرين معايا الريسبشن تماما، مع كمان الستارة اللي انا مخيطاها ديت. عايزه اقول لكم لا، حسيت بجد بتجديد وتغيير معايا في الريسبشن، حاجات بسيطه بس بتختلف معاكي تماما قوي وبتديكي كده طاقه ايجابيه. كنت بقى كنست ومسحت ولمعت الدنيا وخليت الدنيا زي الفل، بس طبعا انجزت كل ده مع نفسي. انا حبيت بس كده اقعد معاكم اللقطات الاخيره اللي تشوفوا الفرش النهائي بتاعنا شكله عامل ايه، وبدات بقى افرش معانا الحافظه الجديده او السجاده الجديده. عايزه اقول لكم لونها خرافه، جميلة قوي وشكلها اللهم بارك حلو قوي، بالأخص لما كملت معاها بقى تكملة اللي هي المشاية اللي من قدام باب الشقة لحد آخر الصالة. عايزة أقول لكم الاتنين مع بعض كده مدين شكل حلو قوي قوي معايا للريسبشن، هتشوفيه كمان شوية. وهي بقى المشاية هحطها معايا في الجزء ده كده، الجزء ده كده جبت له كله مشاية، ما حبيتش احط لون تاني مختلف او سجادة تانية مختلفة، قلت نفس اللون اللي هي جبتها 1 في 4 1.5 متر من عند باب الشقة لحد الحيطة بتاعة الريسبشن بالظبط. نزلتها معايا برضو كمان تحت الركنة بحيث انها تكون مغطية اكبر يعني كمية او اكبر مساحة من البلاط معايا، فجبتها تعتبر من اول العتبة بتاعة باب الشقة لحد الحيطة تحت الركنة. يعني انا نزلتها معايا تحت الركنة وهتشوفوا معايا كمان شوية. الاتنين بقى مع بعض مديني شكل جميل قوي، لازما تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. الشكل النهائي بجد عجبكم زي ما هو عجبني؟ لان بجد بجد انا مبسوطة من الشكل النهائي وفرحانة جدا بيه. فربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب اللهم امين، ويحسن اختيارنا على طول اللهم امين يا رب العالمين. عارفين بقى مشكلتها معايا ايه؟ اللون الفاتح بتاعها، اللون الفاتح بتاعها مدي وسع جميل قوي للمكان وشكل حلو قوي للمكان. بس انا هنا بصوا الاول كنت بوريكم، بصوا هي لحد الحيطه للاخر، لحد اخر الحيطه نزلت معايا تحت الركنه لحد اخر الحيطه. زي ما بقول لكم بقى اللون الفاتح مدي معايا وسع في المكان، بس مش عايز مكان يكون فيه اطفال صغيره
ولا ناس مهملة يعني. وانا بصراحة عندي الاتنين، الشباب او الصبيان بطبعها صعب جدا، مش عندهم زي البنات كده حتة الحفاظ على الحاجة كده وعلى نظافتها، او ان انت تسويها او ترتبيها. عايزة اقول لكم بيقعدوا يعملوا حركات، يا رب يهديهم ويصلح حالهم ويهدي اولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. حطينا طبعا معانا الشجرة الجديدة دي، أنا اول مرة اصورها معاكم، ان انا بصراحة حطاها بقالي فترة في المكان ده. الشجرة الكيوتة الحلوة اللي جبناها معانا في مشتريات العيد، حطيناها بصوا كده في دخلة باب الشقة، برضو مديه معايا شكل حلو قوي قوي قوي. هنا بقول لكم مشكلتي بقى مع المشاية جت في الحتة ده اهي. الحتة دي عالية، عشان خاطر اللي هيخش او يخرج من المطبخ هتبقى صعبة. فانا هحاول اجيب المقص بصراحة اقصها كده زي حرف اللي على قد ما اقدر، واسويها معايا عشان نفتح ونقفل باب الشقة بكل سهولة معايا. فانا دلوقتي هجيب المقص اقصها واظبطها. بس بصوا بقى، انا عايزاكم تشوفوا لي كده الدخله من عند باب الشقه حكايه. لميت الليد كله حطيته على الشجره الكبيره اللي هناك دي، كنت الاول في رمضان حطاه على ظهر الركن معايا. فالشكل كده اللي داخل من باب الشقه او فاتح باب الشقه، هو ده الشكل كده وجماله كده معانا. بصراحة عاجبني جدا وراضية جدا ومبسوطة. والكوشنات الجديدة مدية شكل خرافة، مدية شكل جميل قوي. اللهم بارك، الحاجة عجباني قوي وراضية عنها قوي. لازم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولازم تحطوا لايكات كتير قوي للفيديو ده، لان بجد تعبت قوي على ما جمعت الحاجات دي. وبالاخص الحمد لله ان ربنا ذكرني بالستارة الرصاصي دي اطلعها معايا. بصراحة حلوة قوي. انا عندي مشكله بقى في دخله المطبخ، عندي ستاير قديمه اللي هي لونها نبيتي في ذهبي دي، كانت بتاعت بلتكانه زمان عندي الجنبين بتاعتها. بفكر ان انا اطلعها واحطها على باب المطبخ واحطها على الطرقه. بس هما المشكله ان لونها نبيتي في ذهبي، فمش عارفه شكلها هيبقى عامل معايا ازاي. هحاول كده اطلعها واجرب كده اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. قعدنا بقى كده انا وعمر نفخنا البلالين كلها كده معانا، بحيث ان احنا طبعا في رمضان بنحب كده اعمل لهم جو البلالين واللعب والحب ده كده، لان هم بيحبوا قوي الحته دي بالاخص عمر. فنفخنا كده البلالين، هتفتها بس معايا في الاوضه دلوقتي على ما كنت اخلص معايا كمان الركنه وافرش بقيه الدنيا معايا. وهنا فرشت المشاية في قلب الطرقة. المشاية بصوا هنا شكلها من عند الأوض وشكلها من عند الريسبشن. المشاية دي حطاها قدام باب الحمام أعزكم الله، برضو مديه شكل حلو قوي ولايقة جميلة قوي قوي معانا، اللهم بارك. ده كده شكلها معايا المشاية. بصراحة عجبني شكلي يعني شكلها النهائي في الآخر. جبت بقى معايا المقص هنا، بدأت ان انا اقص معايا المشاية عشان خاطر اساوي طرف باب الشقة تبقى ايوه مظبوطه معايا بالشكل ده كده. اساوي الطرف ده، قصيت هي الجزء ده كده منها، وباذن الله بعد العيد اخدها بقى كده واحاول اسرفلها عند حد بتاع سجاد ان شاء الله يسرفلها لي كده ما انساهاش، عشان بس فتحه الباب تبقى سهله معايا، افتح اللي يفتح ويخرج، ما تبقاش المشايه مضايقاه وهي ما تبص معانا. بصوا كده نفتح ونقفل بسهوله. هو الجزء ده كده انا قصيته، وهتبقى معايا بالشكل ده كده عند باب الشقه كده، تحس ان المشايه ارتاحت. هنا بصوا الشكل اللهم بارك. عمر بقى بدأ يخش يجيب البلالين من الأوضة جوه، وبدأ بقى يحدفها في الريسبشن. على فكرة أنا بعلقها معايا على السقف من فوق كده بلزق دبل فيس، واسيب لهم 3 4 وحدات كده تحت يلعبوا بيها. بس أنا عايزة أقول لكم إخواتي لما بيجوا بيقعدوا يشدوا فيهم للأطفال، بتبقى فرحة حلوة قوي. ربنا يا رب دايما يفرح قلوبهم ويسعدهم، اللهم أمين يا رب. هنا كده بقى خلاص خلصت البلالين. عايزة أقول لكم الكلام ده كانت الساعة 1 بالليل كده معانا. قعد عمر سبته يلعب بيهم شوية، وقلت خلاص مش مشكلة باباهم يجي وهم يبدأوا بقى يعلقوها معايا. بعت بقى جبت معايا سوداني. عايزة اقول لكم لقيت السوداني الكيلو ب120 جنيه. فبعت جبت معايا 2 كيلو سوداني، وجبت معايا كيس اللي هو زي توفي وملبس وكلام من ده، جبته معايا ب120 جنيه برضو. وجبت معايا ربع كيلو شوكولاتة اللي هي كوفرتينا اللي هي بالبسكوت ديت. عايزة اقول لكم الربع ب50 جنيه، لقيت الكيلو ب200 جنيه. الكيس ده كده ب120 جنيه معايا، في ملبس عامل زي التوفي. والسوداني معايا جبت معايا هو بقشره، فجبته معايا 2 كيلو. وجبت معايا الشوكولاتة الكوفرتينا البسكوت ده، جبت ربع كيلو بس ب50 جنيه. حاجات بس كده بيها افرح البقولاد، ما حبيتش اكتر كتير لان الحاجة بصراحة غالية قوي ومش مستاهلة، يعني كله كلام يعني ايه، مش مهم قوي، يعني حاجة كده انت فرحتي بيها الولاد وخلاص. جينا بقى ده اول يوم العيد.
اللي هو النهارده بسجل معاكم الفيديو كده. خرجنا لما رحنا عند حماتي، واحنا راجعين بقى لقينا في افتتاح كده للمحل، وفي بقى الاشكال الجميله دي اللي هو الغوريلا والباندا، وفي برضو اللي هو مارد وشوشني، وفي حاجات كتير قوي بصراحه. قعدوا الولاد بقى يصوروا، بقى فرحانين ومبسوطين بقى من اللي بيحصل ده بصراحه. فالحمد لله كده انا مبسوطه ان هم اتبسطوا، ويا رب كده ما تكونيش نسيتيني. اشوفك في يوم جديد مع